قبل ما نبدأ ما تنساش تصلي على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. وكالعادة بشكركم على تفاعلكم وتعليقاتكم الجميلة على الفيديو اللي فات، وأهلا بيكم في الجزء السابع من حكاية وانج. وبنروح لساحة كبيرة في منتصف المدينة ونشوف قادة الطوائف وتلاميذهم مجتمعين. وانج بيسأل الشيخ تشينج وبيقول له مين هيتولى إدارة مؤتمر الختم العظيم ده. الشيخ تشينج بيقول له الجنرال العظيم تشين لي، ويلقب بملك الحرب في الإمبراطورية، وقوته وصلت لقمة مرحلة السيادة وبيقود جيش الإمبراطورية بالكامل. وانج بيقول نفسه شكل الامبراطور يوري بيهتم بالمؤتمر ده جدا، ولمجرد الاشراف عليه ارسل مقاتل عظيم في قمه مستوى السياده. شوان بيقول لنفسه هو بيضحك شكل الامبراطور خايف ان يكسر الخط، وفجاه بتظهر فوق الساحه سفينه ضخمه، وبيكون على متن السفينه دي الجنرال تشين لي وولي عهد الامبراطوريه الامير يو، وبينزلوا من السفينه وبيقعد يو على كرسي رئاسه الختم، والكل بيحيوه. يو بيقول لهم مفيش داعي للمجاملات. وانج لما بيشوفه بيقول لنفسه في الايام القليله اللي فاتت انا شفت نخبه من الشباب، لكن قليلين قوي اللي وصلوا لمنتصف مرحله النبالة، لكن ما كنتش متوقع ان الامير وصل لقمه مرحله النبالة. الجنرال بيخبط بسيفه على الارض علشان يجذب الانتباه لكلامه، وبيقول في المؤتمر مفيش قيود، اللي هيقتل اكبر عدد من الشياطين في ال3 ايام هيفوز. الناس بتقول بغضب ان القاعده دي هتؤدي الى نهر من الدماء في المؤتمر ده، وان من اجل الفوز بالمركز الاول هيكون بين المنافسين معركه حتى الموت. وبنشوف 2 من الجنود بيحطوا صندوق كبير قدام الجنرال بيطلع منه بطاقه وبيقول ده هو امر ختم الشياطين، وكل اللي عليكم هو حمل الختم ده وقتل الشيطان، والختم هيقوم بشكل تلقائي بامتصاص روح الشيطان وتحويلها لنقاط، وكل ما الشيطان كان اقوى كان النقاط اعلى، والشخص اللي هيحصل على اعلى عدد من النقاط هو الفائز في المؤتمر. واحد من قادة الطوائف بيسأل وبيقول له طب لو امر الختم اتسرق؟ الجنرال بيقول له ده بيدل على انك ما تستحقش تمتلك الختم اصلا، وبيقول بصوت عالي ايها الشباب الشجعان الذين لا يخشون القواعد القاسية تقدموا للمنصة واستلموا امر الختم. الكل بيبدأ ياخد الختم، وانجي بيقول للشيوخ انتوا ما بتتناسبوش مع العمر المطلوب فاستنوا في جناح تشين. والجنرال بيعلن بداية المؤتمر وبيقول الكل يتبعني لارض تشوي القديمه، ارض سقوط الحكام. الشيخه تشين لما بتشوف وانج رايح معاهم بتقول للشيخ تشينج رغم ان رئيس الطائفه وانج قادر يحافظ على شبابه كويس، لكن مستحيل يكون تحت سن ال30 للمشاركه. تشينج بيقول لها يمكن عايز يرافق التلاميذ لارض تشوي القديمه، وبيوصل وانج والتلاميذ لمكان الارض القديمه. وكمان بنشوف الامير ولي تشين. الامير بيقول لها خليكي جنبي، بترد عليه وبتقول له مفيش داعي لكده. واحد من الخدم اللي مع الامير بيقول لها ولي العهد بيدعوكي وانت بتتجرأي على الرفض. الامير بيقول لها قواعد المؤتمر قاسيه جدا وخليكي جنبي وما تبقيش عنيده وانا هحميكي. بتقول له لا برضه انا لدي رفاق بالفعل، وبتروح ناحيه وانج. وبنشوف وانج وهو قاعد بيشرب شاي قدام مدخل الارض القديمه. ليه بيقول له يا سيدي مش هندخل الارض القديمه ولا ايه؟ والمؤتمر بيقام لمده 3 ايام بس، ولو تاخرنا فالمنافسين هيقتلوا كل الارواح والشياطين اللي موجوده. وانج بيقول له انت مستعجل ليه؟ لو المنافسين قتلوا الارواح والشياطين فالغنائم بتاعتهم هتكون لينا. ليه بيقول له عندك حق يا زعيم، احنا فعلا ممكن نسرقهم اسهل، انت تستحق تكون الزعيم ودايما بتكون سابق بخطوه. وبعدين بنشوف لي تشين وهي بتحيي وانج وبتعرفه بنفسها. وانج بيقول لها ايه اللي الانسه لي محتاجاه من الطائفه بتاعتنا؟ ليه بتقول له عايزه انضم للطائفه الخالده، اتمنى تقبلني يا سيد وانج. وانج بيستغرب من طلبها وبيقول لها ليه عايزه تسيب الطائفه التان العظيمه وعايزه تنضم للطائفه الخالده؟ البنت بتقول له لان طائفه تان ما بتهتمش بموهبتي بل بجمالي، وعايزين يستغلوني للارتباط بالامير يو امير امبراطوريه يوري. وانج بيقول لها على الرغم من ان طائفه تان عايزه تستغلك لكن مكانه الامير في الامبراطوريه اكيد كافيه ليكي مش كده؟ البنت بتقول له فعلا مكانه الامير مرموقه جدا ولا اقدر ارتبط بيه حتى لو الطائفه استغلتني فعادي، لكن الامير زي الذهب من الخارج لكنه فاسد جدا من الداخل. وانج بيقول لها تقصدي ايه؟ ليه بتقول له في مره تمت دعوتي ودخلت قصر الامير بالغلط، ولما دخلت كان ديكور القصر مش مريح خالص، والاكثر غرابه هو الكرسي اللي الامير بيقعد عليه، ولما حسيت ان الامير جاي استخبيت وراه وسمعته بيقول لي اجمل واحده في طائفه تان امتى هتوافقي على طلبي؟ وفي الاول كنت مفكره الكرسي عادي لحد ما ختم الامير لمس الكرسي، وساعتها اكتشفت ان الكرسي حي، وبعد كده عرفت ان الامير معاه ختم سحري من اليشم، وان بمجرد ما بيضغط عليه بيقدر يحول الاشخاص الاحياء لاحجار يشم ويستخدمه لتحويل بعض النساء الجميلات اللي حبهم للكرسي ده. وانجي بيقول لنفسه انا ما كنتش متوقع حاجه زي دي، واول ما اواجه امبراطور يوري فاول حد هقتله هو الامير ده. وانجي بعدها بيقول لها ليه ما سبتيش طائفه تام بعد ما عرفت الحقيقه؟ بتقول له عائلتي كلها عايشه ضمن حدود الطائفه، ولو انا هربت فعائلتي هتتدمر. وانجي بيقول لها وانت بقى عايزه تستغل الطائفه الخالده علشان كده؟ البنت بتقول له ايوه، انا ما لقيتش في جميع انحاء الامبراطوريه طائفه بتجرؤ على مواجهه العائله الامبراطوريه غير الطائفه الخالده. وانجي بيقول لها وايه اللي يخليني اقبلك تلميذه للطائفه بتاعتي، او بمعنى اوضح ايه اللي يخليني اواجه الامبراطوريه علشانك؟ ليه بتقول له طائفه تان عارفه فقط ان موهوبه وتدريبي متميز، لكن ما يعرفوش ان مستوى تدريبي اتحسن بفضل الادويه اللي صنعتها لنفسي، وانا سيده كيميائيه من الدرجه الثامنه. التلاميذ بيتصدموا لما بيسمعوا كده. ياو بتقول سيده كيميائيه في سن ال20. وانجي بيقول هو سيد الكيمياء في المستوى الثامن مهم كده؟ مو بيقول له يقال ان في العصور البعيده جدا ولاسباب غير معروفه
معروفة انقطعت سلسلة تعلم الكيمياء والتعاويذ وغيرهم من مسارات التدريب الخاصة، والتراث المتبقي للمسارات دي نادر للغاية، وإن في الإمبراطوريات الثلاثة مفيش أكتر من 5 أشخاص وصلوا للمستوى ده، والكيمياء في المستوى الثامن في السن ده حاجة محدش وصل لها قبل كده. وانجي بيقول قد يكون الكيمياء بالنسبة للطائف الثانية قيم جدا، لكن بالنسبة للطائفة الخالدة الموضوع مش ضروري. وبيقول لنفسه مع وجود النظام أقدر أرفع قوات التلاميذ بأسرع. وبيقول لها امشي. تيان بيقول لنفسه ليه موهبة نادرة في الكيمياء، وحتى في حياتي السابقة كمحارب في مستوى الإمبراطور كنت هرحب بيها جدا، لكن السيد مش عايز يقبلها في الطائفة. ليه بتقول له بكل حزن أنا بعتذر عن الإزعاج اللي سببته، وأرجو من السيد وانج والتلاميذ عدم الإفصاح عن اللي حكيته. وبتبدأ تمشي بعيد، لكن وانج بيقول لها أنت رايحة فين؟ أنا قلت إنك هتيجي معانا لأرض مؤتمر الختم، وطلبك الطائفة قبلته، ومن النهاردة أنت وعيلتك تحت حمايتي، واللي هيفكر يأذيكوا هيموت، حتى لو كانت إمبراطورية يوري فأنا هدمرها. ليه بيقول لها أنت مستنية إيه؟ قبل ما السيد يغير رأيه اديله رسوم الانضمام بسرعة. البنت بتنحني وبتقدم لوانج الرسوم وبتقول له من النهاردة التلميذة ليه هتكرس نفسها للطائفة حتى الموت. وبينزل وانج والتلاميذ لمكان الأرض القديمة، وبنشوف ليه طاير، وبنعرف إن السبب هو إن الجاذبية في الأرض القديمة أكبر من العالم الخارجي. وانج بيقول له أنت فقدت قدرتك على المشي، أنت عايز كل واحد يشيلك شوية. ليه بيقول له اللي أنت تقصده بإن حد يشيلني هو مساعدتي، لكن اللي بيحصل ده ظلم، وبيكون السبب إن ياو بتضربه. لي شين بتقول لي ياو ألا تعتقدين أن الضرب المتكرر للأخ الأكبر هيؤذي أساسه؟ ياو بتقول لها الأخ الأكبر بيمتلك جسد السلحفاة الغامض، كل ما كان الضرب أقوى كانت الفايدة أكبر. لي شين بتقول لها علشان كده هو الأخ الأكبر بامتلاكه جسد مرعب زي ده. ياو بتقف وبتقول في حاجة غريبة قدامنا، وإيه الحاجات اللي شبه الشعب المرجانية دي؟ لي بيقول لها دي مش شعب مرجانية، دي غابة بتنمو بالعكس، ودي الجذور، وبيظهر وسط الجذور دي قرد شيطاني عملاق. وانج بيقول لهم ده وحش في عالم النبالة على أقل تقدير، مين منكم هيواجهه؟ مو بيقول له هروح أنا، وانج بيقول له تمام. وانج بيقول لنفسه خلينا أشوف مو تطور قد إيه تحت إشراف سايمون. وبتبدأ معركة كبيرة بين مو والوحش. لي شين لما بتشوف المعركة بتقول هم كل تلاميذ الطائفة الخالدة بالقوة دي. الوحش بيهجم على مو برجليه الاتنين، مو بيحاول يتصدى ليها بسيفه لكن السيف بيتدمر. مو بيقول ما تبقاش غير المقبض مرة أخرى، لكن بيهجم على الوحش بكل ثقة. لي شين بتقول الأخ مو فقد سيفه وما تبقاش غير المقبض بس، الموضوع شكله انتهى، لكن الوحش بيموت وبيقع على الارض. ليه بتقول هو ازاي قدر يقتل الوحش بسيف بلا نصل؟ وانجي بيقول لها مين قال ان السيف بلا نصل؟ كل اللي في الموضوع انك ما قدرتيش تشوفيه. مو بيسحب السيف من جثه الوحش، وانجي بيقول لنفسه شكل مو بدا يتقن استخدام تقنيه الشيخ سايمون، وبتخرج روح الوحش وامر الختم بيمتصها. مو بيقول انا حصلت على 10,000 نقطه، وبيظهر من الدماء اللي حوالين جثه الوحش روح قرش دمويه شريره. مو بيواجهها بصعوبه بسبب نقص قوته، وبيقول الطاقه الروحيه الباقيه هتكفي لتفعيل تقنيه السيف مره واحده بس، وبيقتل القرش ده. وبيقول القرش ده مش وحش عادي، وهدفه هو ختم الشيطان، واكيد اللي هاجمني هم فريق تاني. وبتكون القرش تاني وبيهجم على مو، لكن ليه بتنقذه وبتتصاب في ظهرها. وبيظهر من بركة الدماء 3 اشخاص، واحد منهم بيقول انا محظوظ جدا، ومع اول اطلاق لاول تقنياتي موجة الدم أصبت 2 من مستوى النبلاء. ليه بتقول لنفسها هو استخدم تعويذة التحكم بالدم اللي بتمكن الشخص من السيطرة على دماء الكائنات الحية، ومفيش حد بيستخدم التقنية دي إلا فينج عبقري طائفة كانج. فينج بيقول انا ما كنتش متوقع ان الاخت الكبرى من طائفة تان هنا، وما كنتش اتصور ان حظك الوحش هيعرضك لتقنية الدم القاتل. ليه بتقول له انت تعتبر من النخبة في طائفة كانج وكمان امبراطورية يوري، ازاي تستغل الوضع بالطريقة دي؟ فانج بيقول لها الفائز دايما هو الملك، وطالما استطيع الفوز فمش مهم الوسيلة هتكون ايه، وانتي ورفاقك في حالة يرسى لها، ولو مش عايزة تموتي لازم تطيعيني. ليه وياو بيكونوا هيتدخلوا لكن وانج بيمنعهم. ليه شين بتقول لهم لو عايزيني اهتم بالاخ فينج فاسمحوا لي اشفي جروحي الاول. فينج بيقول للي معاه هاتوا ازازه لمعالجه الجروح للاخت. ليه بتقول له مفيش داعي انا معايا، وبتطلع خرزه لونها ازرق من معاها وبتوجهها ناحيه فينج وبتصعقه بالبرق. الاثنين اللي معاه بيقولوا له انت بخير؟ فينج بيقول لهم ده مجرد برق بسيط، ازاي يقدر يأذيني؟ فينج بيستخدم تقنيه تحريك الجبال والانهار وبينقل البرق للتلاميذ اللي معاه، وبيقول لهم انتم مجرد تلاميذ عاديين وتحملوا بعض المعاناه عني انا عبقري الطائفة. وبيموتوا التلاميذ. ليه بتقول انا ما كنتش متوقع انه هيضحي برفاقه. فينج بيقول لي ليه انا هضطر دلوقتي استخدم القوة ضده، وبيستخدم تقنية من فن الدماء وهي فك القرش الدموي، ويكون روح قرش دموي عملاق، ولكن بنشوف ليه وهو بيصد التقنية دي، وبيقول لنفسه من ساعة ما رئيس الطائفة اكتشف ان انا بملك جسد السلحفاة الروحية بقى يستخدمني كدرع بشري. وبكده نكون وصلنا لنهاية الجزء السابع من حكاية وانج. ما تنساش تعمل لايك واشتراك، واشوفكم في فيديو جديد. سلام.